صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون حلو. انا صاحي من الساعة 6. المهم، انا صاحي من الساعة 6 وقاعدة بقالي ساعة ونص علشان بس الدنيا تبقى فاتحة كده قدامي. دلوقتي حاليا الساعة 7:30. بس طبعا انا ما شتتش يا جدعان، انا لقيت جاكيت كده فلبسته عشان بجد الجو ساقع قوي 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 يعني. المهم، انا لحد دلوقتي ما فطرتش وميتة من الجوع حرفيا، بقالي ساعة ونص ما اكلتش يا جدعان، عايزة اكل بس عشان افطر معاكم اعمل كل حاجه معاكم. آه... النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هيبقى فلوج كامل بره البيت. انا مش مصدقه نفسي، بجد الموضوع غريب عليا، مش عارفه بجد الحوار ده هيعدي عليا ازاي، بس يعني مش عارفه فكره ان انا اصور بره البيت دي غريبه عليا. وغير كده اصلا الناس يعني بتقعد تبص بقى. المهم بقى، احنا غيرنا المكان والقعده بتاعتنا، فاحنا دايما ممكن هنبقى قاعدين هنا. هوريكم هنا المكان يعني حاطه فيه ايه وعملت ايه وكل حاجه. احكي لكم كل حاجه. عملنا الفطار، عملنا بيض. مه. وعملنا قهوه بلبن. يا جماعه انا بقالي كذا يوم بشرب قهوه ساده كده، اللي هو قهوه عاديه مش بحط عليها لبن. وانا اصلا بتعب من القهوه، يعني كترها بيتعبني. تمام، فانا قلت اعمل النهارده قهوه بلبن، مع اني هتبقى اول مره اشرب قهوه بلبن. تمام، ربنا يستر بس تبقى طعمها حلو. متحمسين بقى يا جدعان ان احنا نطلع نصور بره في الشارع. يعني بجد متحمسين متحمسين اصلا تشوفوا الحته اللي انا قاعده فيها دي. بجد المكان ده عاجبني قوي. نسيت اوريكم ازازه الميه، ما تنسوش تشربوا ميه. ماشي، مش معنى ان احنا دخلنا في الشتاء فاحنا ما نشربش ميه، لا، ما تنسوش تشربوا ميه، مهمه جدا جدا جدا. بس كده. فخلونا نفطر بسرعه واوريكم بقى الحاجات دي عشان هنجهز مع بعض عشان هننزل. طبعا الاضاءه مش هتبقى لذة حاجه عشان بس الشباك يعني فوقينا كده على طول. بصوا، انا عملت المكتب، جبت ترابيزه حطيت عليها القماش ده. تمام، هو اصلا كان بتاعي، بس رصيت بقى عليها كل الحاجات بتاعتي. هنا طبعا ده القهوه بلبن بتاعتي. تمام، بصوا هنا دي كل المقالم اللي انا بستخدمها. تمام، دي بتاعت التلوين، واللي فوق تلوين برضو، ودي الاقلام تحت الستيك نوتس والحاجات دي. يعني انتوا على فكره بقى انا بصور هنا، يعني انا حاطه الموبايل هنا وبصور عشان تعرفوا بس قد ايه الواحد بيتعب. حطيت الكتب، عايزه اوريكم الكتب دي بس لما الف الكاميرا. وده الدفتر اللي بقولكم عليه هنعمل فيه حاجه جديده في 2024. ازازه الميه. طبعا كبيت القهوه زي ما انتم شايفين بس يعني ما علينا، مش مهم. المهم عايزه اوريكم الكتب اللي هناك دي بس اما الف الكاميرا. بصوا بقى دول، هنا جبت الطبق ده خدته من ماما زي الخوص كده، وحطيت عليه كل المنتجات اللي انا بستخدمها يوميا. تمام، فهبقى اوريكم بقى حاجه حاجه كده منهم. وهنا حطيت دي، بصوا دي انا عملتها، هقول لكم برضو انا عملتها ازاي. حطيت عليها الشمع والمج بتاعي وبس كده. وده كده المكان المفضل بتاعي. بصوا بجد كيوت قوي وسيمبل جدا ومفيهوش اي حاجه. نحتاج أول واحد المرطب. هنستخدم المرطب بتاع ستيفز علشان نرطب بشرتنا. مش بحط مرطب كتير الصبح لأن أنا هحط صن بلوك. تمام، فأنا مش هحط مرطب كتير، هحط حاجات بس كده خفيفة. نحط كده. فهنستخدم الصن بلوك بتاع دراكون ده. من ساعة ما جبته وأنا ما استخدمتوش ولا مرة. معرفش ليه، أنا ناسياه. أنا كنت بستخدم ده فانا قلت بقى نركن ده كده شويه. وهنستخدم ده عشان حد يعني ما نشوف ايه نظامه. المفروض كان احط العدسات قبل اصلا كل ده، بس خلاص مش مهم. كده احط بقى ايه حبه حلوين. طبعا فتحته كبيره فبينزل كتير كده. وندمج بسرعه. يا جماعه حاسه ان انا عايزه اعمل تنظيف بشره هنا في البيت، يعني اكيد مش هنعمله بره. بس حاسه ان انا مع ان بشرتي لسه الواحد منضفها. حط على الشفايف. بصوا البشرة بصراحة شربته بسرعة قوي، فأنا عاجبني.
ها. بتمنى ان الفلوج ده يبقى حلو ويبقى جميل كده، لان هيبقى اول فلوج ليا على القناه. يا جماعه انتوا عارفين ان انا فاتحه القناه دي سنه 21؟ تمام. فعمري ما فكرت ان انا مثلا اعمل قناه او اعمل اي حاجه. اعمل قناه، لا معلش معلش، اعمل فلوجات. ما هو ده الصح من بدري. اعمل فلوجات والحوارات دي، او اطلع بره. والفكره ان انا ما بصورش، انا مكاني في بيبه، تمام. بس انا مش بصور بقى في بيبه، انا بركب مواصلات اروح بني سويف عشان اصور في بني سويف. تمام. الفرق بس ما بيننا هو نص ساعه او ساعه الا ربع على حسب يعني المواصلات وكده. طبعا انا بالنسبه لي بقى وقت المواصلات ده كده يعني ابشع وقت ممكن تشوفوه في حياتكم. فانا اصلا ما بحبش المواصلات، وغير كده بقول لكم انا بتعب جدا في المواصلات. فطبعا الليب بالم بتاعتنا هي فازلين حاليا عشان خلاص الشتاء داخله علينا. خلاص بقى في جفاف. اخيرا اخيرا المدرسه خلصت الطابور. دلوقتي الساعه 8:30. ماشي. حطيت مراية هنا فهتلاقوني ببص كده عشان دلوقتي بس هركب العدسات. ده المحلول اللي انا بستخدمه اسمه بيرفكت كير، ده كده شكله. بالنسبة لي المحلول ده طلع كويس. تمام. بس الأول احنا عايزين نركب العدسات وعايزين نغير المية بتاعة العدسات، المحلول يعني. نحط العدسة هنا كده وهنفتح. تركيبها سهل على فكرة. وأخيرا أخيرا 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 عرفت أركبها وأنا معاكم. اللي هو جدعان أخيرا بجد. هي كان فيها حاجة عايزة تتنضف، فقعدت أنضفها. هنعقم دلوقتي المية، المحلول برضه أقول المية. بصوا فضيت المية هنا ونضفتها كويس، هنحط بقى محلول جديد. اخيرا لبستها. اول حاجه هي تاني الرموش، فانا هاخد بس المرايه دي كده عشان اتني الرموش. بصوا تنيت الرموش، شايفين؟ بتفرق جدا. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ انتوا فاكرين ان انا بحط ميك اب؟ انا ما بحطش ميك اب. البلاشر بتاعنا ده بتاع مايت سينما، كنت جايباه في عرض ب10 جنيه. هتقولوا لي ازاي؟ انا والله ما اعرف. بس كده احنا كده زي الفل. بصوا وكمان يعني بفرشة واحدة هنجيب أي ليب لاينر من عندنا وهنرسم الشفايف بتاعتنا كده من فوق. فاكرين الميني روج ده اللي أنا جبناه من مايت سينما؟ فهنحط دي درجة 203، فهنحط الدرجة 201 مع أختي أصلا كده. بعد بقى ما نخلص كل ده هنجيب الليب جلوس بتاعنا المفضل اللي قرب يخلص من كيكو. كده كده أنا جبت واحد تاني تقريبا ما انتوا ما شفتوش يعني. تمام. فهناخد كده ونحط. وبس كده شفتوا الميك اب بتاعي. بس كده شعري طبعا بقى هو اصلا عايز يتغسل، بس يعني هنظبط فيه. هنفك بقى دول كده، بس هنعملهم من اول وجديد. هنلف دي كده. بما انكم اصلا قلتوا لي ان الفورمه دي حلوه فيا قوي، فقررت ان انا هعملها لكم كل شويه. نعمل كده ونحط التوكه كده، وناخد دي التانية كده برضو. هنلف كده وهنحط التوكه كده، ونعمل بقى كده. ايه رأيكم؟ وبس. انا هقيم الاكل. استنوا بقى.
زيت من جوه. 10 من 10. حوار الفلوج ده غريب قوي، مش عارفه يعني حاجه حلوه ولا حاجه وحشه بصراحه يعني، بس الناس كلها بتبص عليا يعني مش عارفه في ايه. واخيرا روحت بعد تعب يوم طويل. طبعا الفلوج غريب عليا واول مره اعمله، واول تعالى اوريكم بقى جبت ايه. مش عارفه، وانا لقيت ده بالجبنه المتبله كان سعره ب10 جنيه، فانا جبته قلت اما اجرب يعني نشوف حاجه بدل. في انواع كتير قوي من الشيبسي بقى مقاطعه، فنشوف حاجه بديله. جبت عيش توست. طبعا هحاول بعد كده بدخل المطبخ اوريكم الوصفات بتاعتي. فجبت عيش تورتيلا دول 5 مع بعض ب30 جنيه، وجبت المج اللي انا كنت عايزاه. المج ده بقى هيطلع معانا في الفيديوهات كتير قوي قوي قوي. ليه بقى؟ علشان هنعمل فيه ايس كوفي. تمام. فجبت اللون الاسود اللي هو ده كده شكله. هنا دي مكان الشاليمو كده اهو. بصوا كده، احط كده الشاليمو اهو، ده كده شكله. نحوش الشاليمو، الغطا طلع زي ما انتوا شايفين يعني. هو الغطا طلع، بس استنوا انا عايزه اوريكم حاجه تانية. الحته السودا دي بتتفتح كده اهي، بتشربي من هنا او من مكان الشاليمو زي ما طبعا ما انت تحبي. طبعا احنا مش هنفتحها كتير، احنا اصلا هنستخدم الشاليمو دايما على طول. فانا كنت متحمسه قوي ان انا اجيب. نستخدم الميسلر ووتر بتاعه ستارفل. المهم بقى يا جماعه، بالنسبه ليا انا اتبسطت قوي بحوار الفلوج بصراحه يعني. اتبسطت كده. هتلاقيني ببص قدام هنا عشان ابقى شايفه انا بمسح كويس. بصوا، هي كخطوه انا خدتها بصراحه، وانتوا اللي شجعتوني ان انا اخد الخطوه دي. شايفين الميك اب؟ بصوا بتطلع الميك اب ازاي، مع ان اصلا انا حاطه بالظبط زي ما انتوا شفتوا. هو التنت بس وهو الروج اللي انا بحطه يعني، حتى مش حاطه اصلا ماسكارا. ما علينا. فالمهم انتوا بجد اللي شجعتوني على الحوار ده. فلو عجبكم ممكن نبقى نعمله فين وفين يعني، فاهمين؟ مثلا لما احب كده انزل هيبقى ناقصي مثلا منتجات او حاجه عايزه اجيبها من الهايبر ده، هبقى اروح اجيب واخدكم معايا. بس يا رب بعد كده ابقى اعرف اصور فيه، لان انا ما بعرفش اصور. وغير كده بقول لكم انا كنت مكسوفه اصلا من الناس عماله تبص كده بنظرات غريبه. شفتوا وشي نور ازاي؟ شفتوا بجد؟ هل بقى المايك بيفرق بجد في التصوير ولا لا؟ فاكتبوا لي رايكم. هستخدم المرطب بتاع ستيفز. طبعا انتوا قلتوا لي مقاطعه، بس اكيد انا مش هرمي المرطب يعني، فاهم؟ ده لسه يا جدعان الواحد جايبه يعني، ما كملش معاه شهرين حتى. احط كده وبس. هو ده النايت روتين بتاعي، مفيش حاجه زياده عن كده. هنقفل. تمام. وهنعمل ايه كده. ده الفازلين بتاعي اللي انا هحط اللي هو على شفايفي. وانا في السوبر ماركت لقيت الفازلين الحجم الصغير ب60. تمام. على فكره انا ندمت ان انا جبته بزبده الكاكاو. هي بزبده الكاكاو حلوه وكل حاجه، بس لما بتيجي في بقك كده ولسانك طعمها بيبقى مستفز. بس مش مهم، اكتر حاجه بجد بترطب حلو قوي. بس كده، يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتات. لو حابين من الفيديوهات دي قولولي، بس هنعملها على يعني فترات يعني، فين وفين لما نعمل. بس كده، ده كان الفيديو. بجد انا اتبسطت خالص ان انتوا طلعتوني من حوار البيت ان انا اصور بره دي. ده كان تشجيع منكم كبير قوي. فبجد شكرا لكل واحده قالت لي اطلعي صوري بره ومش عارفه الحوارات دي يعني. فبجد شكرا جدا. بس كده ساندي دلوقتي هتروح تنام، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.